نيجي بقى للي حصل في المعركة الأخيرة. صاروخ فتاح واحد ده صاروخ ذكي جدا، بينفصل راسه في أعلى نقطة، بس الراس دي فيها مفاجأة. محرك صغير مدمج، المحرك ده بيشتغل أول ما يدخل الغلاف الجوي، بيدوله نبض دفع بتوصل سرعته ل15 ماخ، ودي سرعة خرافية بتخلي رادارات الكيان تتفرج عليه وهو نازل. والتكتيك الأذكى اللي إيران استخدمته كانت الزحمة. إيران أطلقت صاروخ فتاح واحد وسط رشقة صواريخ تقليدية من الصواريخ الأولى، فنظام ثاد ما قدرش يفرقوا عنهم. وأول ما دخلوا الجو فتاح واحد شغل محركه وطار بالسرعة القصوى ووصل لهدفه قبل ما حد يستوعب. الخلاصة بقى، هل فتاح واحد كان صاروخ فرط صوتي فعلا؟ بالورقة والقلم فتاح واحد بيوصل لسرعة 15 ماخ، بس علميا هو ناقصه ميزة واحدة عشان